السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وبصحه جيده. انا جيتكم اليوم بقراءه جديده اللي هي قراءه برج الثور بالنسبه لشهر ديسمبر او شهر 12 2022. هاد القراءه غتكون قراءه عامه، وطبعا هاد القراءه تنطبق على الذكر والانثى. وقبل ما نبداو هاد القراءة كما العادة كنطلب منكم صديقاتي أصدقائي الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. بغيتكم تدعموني وتزيدوا تدعموني بلايك، وتا أنا نبقى دائما نفيدكم ونعطيكم الجديد. فقبل ما نبداو هاد القراءة أه فيلا عفوا، يلا نتوكلوا على الله ونبداو بقراءة برج الثور. برج الثور. كنشوفك هاد الايام مقلق. كنشوفك برج الثور، عندك شي مشكل مثلا، او شي حاجه اللي كتفكر فيها شاغله بالك. برج الثور كنشوفك تعبان حتى صحيا، ونقدر نقول لك يا برج الثور انت هو السبب في هاد المرض ديالك، او لانك انت كتير كتفكر وكتير يعني كتشيل في خاطرك او كتاخد في قلبك كيف ما كنقولوا. فهاد الشيء هو اللي كيسبب لك كيسبب لك الطاقة السلبية، كتكون دائما مقلق، كتحس بالحزن. بعض المرات كتكون حتى مريض جسديا، فبسبب هاد التفكير وهاد التوتر اللي كتعيشو يا برج الثور. حاول تخرج نفسك او تطلع نفسك من هاد الطاقة السلبية اللي كتعيشها الوقت الحالي. فأنا كنطمنك وكنقول لك بأن الأيام المقبلة إن شاء الله عندك كلها خير في خير في خير. عندك انفراجات كبيرة على المستوى المادي، حتى المستوى المهني. عندك فرحة، غتكون عندك فرحة قريبة إن شاء الله. هاد الفرحة ممكن تسمع خبر مثلا لفرحك، أو مثلا تتوصل بشيء، مثلا شي حاجة، مثلا شي دعم مادي، أو مثلا شي هدية كبيرة اللي غادي تفرحك كتير كتير، وغادي تخفف عليك كتير أمور وأشياء. برج الثور. برج الثور كنشوف عندك خلافات عائلية. ممكن تقول لي في التعليقات شنو هاد الخلافات او مع من مثلا، لاني كنشوف عندك بعض المشاكل عائلية، مشاكل في البيت مع ناس مقربين منك. نقدر نقول لك حتى في البيت اللي انت كتعيش فيه عندك خلافات مثلا مع حد من الاهل، ممكن من اهلك او مثلا من اهل الزوج. المهم كنشوفك يا برج الثور انت ما مرتاحش في المكان اللي كتواجد فيه. برج الثور كنشوفك كتمنى لو تطلع من المكان اللي فيه، تغير المكان، تغير الجو. كنشوفك طفشان، كنشوفك ملان، كتير يعني متضايق برج الثور. بصراحة طاقتك كنشوفها ما عجبتنيش. لكن كيف ما قلت لك عندك ان شاء الله انفراجات في الايام المقبلة باذن الله. برج الثور كنشوف بعض الناس منكم كيعيشوا في عزلة. كتجيك واحد يعني واحد الوقت اللي برج الثور كتبغي تعيش في عزلة، ما كتبغي تكلم حد ولا تشوف حد ولا تلتقي بحد. وكنشوف كتير كتفكر كيف ما قلت لك. برج الثور. برج الثور
كنشوف بعض الناس من برج الثور الأيام المقبلة إن شاء الله. غتكون عندكم فرحة. كنشوف البعض منكم غيكون عنده ارتباط رسمي. ممكن العلاقة تطور للزواج مع الحبيب أو الشريك. كنشوف بعض الناس منكم الناس المرتبطين مثلا أو المتزوجين. كنشوف الأيام المقبلة إن شاء الله غيكون عندكم غيكون عندكم استقرار عاطفي. إلى كتعيشوا بعض الخلافات، أو أحيانا كنشوف برج الثور كيعيش شي سوء تفاهم مع الشريك. لكن الأيام المقبلة إن شاء الله كنشوف كيف ما قلت لك غيكون عندكم استقرار عاطفي، غتكون علاقتكم جيدة. كنشوف البعض منكم غيفرح في الأيام المقبلة إن شاء الله، مثلا اللي كينتظر مثلا أطفال أو مثلا مولود جديد، فإن شاء الله غيكون عندكم خبر مفرح بإذن الله في الأيام المقبلة إن شاء الله. برج الثور. برج الثور كنشوفك الأيام المقبلة إن شاء الله غتوصل بشي أوراق، شي أوراق اللي انت كتنتظرها مثلا من فترة. شي أوراق كتنتظرها مثلا تجيك من إدارة معينة أو من مكان معين. فهاد الأوراق أنا كنشوف فيها خير. غتسمع عليها أخبار مفرحة أو أخبار سارة. كنشوف برج الثور هاد الأوراق اللي غتجيك يعني غادي تفرحك، غادي تغير من حياتك. صراحة ما عرفت شنو هاد الأوراق، هل هي مثلا ما عرف تأشيرة كتنتظرها، أو مثلا شي ما أدري شي موافقة، أو المهم عندك كيف ما قلت لك الخير في الخير في الخير إن شاء الله. برج الثور لما توصل بهاد الأوراق أبيك تكتبها لي في التعليقات، لأني كنشوف عندك فرحة قريبة إن شاء الله. برج الثور. برج الثور كنشوف كتفكر مثلا تشتري بيت أو شقة. يعني كنشوف أحلامك كبيرة كتير كتير، كتمنى لو مثلا تشتري بيت وتعيش يعني وترتاح مع نفسك. فإن شاء الله إن شاء الله عندك الخير، ممكن تحقق هذه الأمنية إن شاء الله في الأيام المقبلة بإذن الله. برج الثور. برج الثور كنشوف عندك عفوا الكاميرا تتحرك. برج الثور كنشوف عندك الأيام المقبلة إن شاء الله كنشوف عندك صلح مع ناس مقربين منك. كانت بينكم قطيعة، مؤخرا وقع خلاف بينكم وكانت قطيعة، لكن كنشوف إن شاء الله الأيام المقبلة بإذن الله برج الثور كنشوف عندك صلح مع هاد الناس المقربين. كنشوف البعض منكم غيكون عنده رجوع شخص من الماضي أو رجوع حبيب اللي صار لك فترة يا برج الثور وانت كتنتظر هاد الفرصة. يرجع لك حبيب قلبك، فأنا كنطمنك إن شاء الله وكنقول لك أن الحبيب راجع بإذن الله في الأيام المقبلة. نقول لكم الطاقات أو الأبراج اللي موجودة عندي. عندي برج العقرب، عندي برج الجدي، عندي برج الحوت، برج الدلو، برج السرطان. فكانت هذه هي قراءة برج الثور. كيف ما قلت لكم الأبراج اللي طالعة عندي عندك معها صلح ورجوع.